أهلا بيكم. كتير من الناس بيشتكوا من ضرس العقل وبيتساءلوا هو لازم يتخلع؟ طب لو مش ظاهر أسيبه؟ ولو طالع نصه لو بيضغط على الضرس اللي قدامه؟ في الفيديو ده هقول لكم كل حاجة عن ضرس العقل، أنواعه، مشاكله، والحل الأنسب ليك حسب حالتك. يلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. أولا تعالوا نشوف ايه هو ضرس العقل. ضرس العقل هو آخر ضرس بيطلع في الفم، وغالبا بيظهر ما بين سن 17 ل 25 سنة. في بعض الناس بيطلع عندهم طبيعي جدا، وفي ناس تانية بيبقى مدفون أو طالع جزء منه بس، أو طالع حتى بميل. مشكلة الضرس العقل إن فيه أوقات كتير مفيش مكان ليه أو بيطلع غلط. طب أنواع ضروس العقل حسب الحالة تعالوا نشوفها. في ضرس عقل بيطلع طبيعي، بيطلع في مكانه مستقيم سهل تنظيفه، مش بيسبب مشاكل. في الحالة دي بنسيبه، بس لازم نعتني بنظافته طبعا. في ضرس عقل مطمور كليا مدفون في العظم، مش ظاهر نهائي لكن باين في الإشاعة. لو مش عامل مشاكل ممكن نسيبه ونتابعه، لكن لو حوالينه كيس أو بيزق الأسنان لازم نشيله. في ضرس طالع نصه بس، وده اللي بيسمح بدخول الاكل والميكروبات، وممكن يعمل التهاب مزمن في اللثه حوالينه اسمه بيريكورونيتس. في الحاله دي الخلع غالبا هو الافضل. في بقى ضرس مائل او بيضغط على الضرس اللي قبله، ده ممكن يعمل تسوس في الضرس الامامي او يزقه ويغير في ترتيب الاسنان، وده طبعا لازم يتخلع قبل ما يسبب مشاكل اكتر. وبيبقى في بقى ضرس عقل مكسور او ضرس متسوس، ولو ما ينفعش علاجه او حشوه بنخلعه طبعا عشان ما يسيبش عدوى او الم مستمر. امتى نقرر نخلع ضرس العقل؟ اول حاجه لو عندنا الم متكرر في اخر الفك، لو عندنا التهابات في اللثه حوالين الضرس، صعوبه في الاكل او البلع، تسوس في الضرس نفسه او الضرس اللي قبله، لو عندنا مشاكل في التقويم او بدا يبقى فيه تزاحم في الاسنان، او عندنا كيس حوالين الضرس بنشوفها في الاشعه. ازاي بنخلع ضرس العقل جراحيا؟ الخلع العادي لو الضرس طالع كويس وسهل. في خلع جراحي لو مدفون او مائل بنحتاج جراحة بسيطة تحت بنج موضعي. العملية مش صعبة، بس لازم تحضر نفسيا وتتبع التعليمات ما بعد الخلع كويس. ده فيديو توضيحي بيورينا ازاي بنخلع ضرس العقل جراحيا. في بقى شوية نصائح بعد خلع الضرس لازم تلتزموا بيها كويس. هو ان احنا نضغط على مكان الخلع بقطنة لمدة ساعة، وممنوع ان احنا نبصق او مضمضة عنيفة اول 24 ساعة. الاكل يبقى طري وبارد لمدة يومين. ممنوع الشاي السخن او الاكل السخن. ممنوع التدخين. لو في تورم ممكن نعمل كمادات برد اول يوم. ممكن البعض يظن انها جراحة صعبة وعنيفة، لكن في الحقيقة هي سهلة ومش بتحس بأي حاجة لانك بتكون تحت بنج. بس التزم بالتعليمات اللي بقولها لكم بعد الخلع. ضرس العقل ممكن يكون مصدر مشاكل او ما يعملش اي حاجة خالص. المهم انك تتابعه وتعمل اشاعة وتستشير الدكتور. ولو عندك اي سؤال عن حالتك اكتبه في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنوني في الفيديوهات التانية عن كل ما يخص صحة الفم والاسنان.